بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مراجعة عن شاشة ممتازة جدا من شركة MSI، واللي هي اصدار MSI برو MB 251B. هنتكلم عن مواصفاتها والاصدارات اللي متوفرة منها في السوق والمداخل بتاعتها والسماعات اللي فيها والبرنامج اللي بيجي معاها، واللي هو OSD واللي معناه اون سكرين ديسبلاي او واجهة نظام الشاشة. وكمان هعطيلك رأيي ان كانت هتنفع لك ومناسبة لاستخداماتك ولا لا، وهقول لك على شوية نصائح تتبعهم يساعدوك في اختيار او شراء الشاشة المناسبة ليك في حالة انك محتاج شاشة لاستخداماتك المكتبية او حتى للشغل. يلا بينا. تعالى قبل ما نبدأ في مراجعة الشاشة اللي معانا النهاردة، خليني أقول لك بسرعة على شوية نصائح تعرف من خلالهم إزاي تختار شاشة كمبيوتر مناسبة لاستخدامك. وده لأن الموضوع مش مجرد مقاس وخلاص، لأن في كذا نقطة أساسية لازم تاخد بالك منها. أول حاجة مثلا المقاس الخاص بالشاشة والدقة بتاعتها. هل أنت محتاج شاشة صغيرة للمكتب ولا شاشة أكبر للمونتاج والألعاب؟ لازم تاخد بالك من الجزئية دي وتحددها قبل ما تروح تشتري شاشة. تاني حاجة لازم تاخد بالك منها واللي هي نوع البانل بتاع الشاشة، يا ترى هو IPS ولا VA ولا TN؟ وده طبعا بيفرق كتير جدا في الألوان وزوايا الرؤية، فهعمل انا فيديو بتكلم فيه عن الفرق ما بين الاي بي اس والفي اي والتي ان او انواع البانل عموما، وهتكلم عنهم في فيديو بشكل منفصل على القناه هنا باذن الله. كمان من ضمن الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها واللي هي معدل التحديث اللي هو الهرتز وزمن الاستجابه، لان دول مهمين جدا لو هتلعب العاب. كمان من ضمن الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها اللي هي البورتس او اللي هي المداخل بتاع الشاشه، يا ترى هي HDMI ولا فيجا ولا ديسبلاي بورت ولا الثلاثه مع بعض ولا HDMI مع فيجا بس؟ يعني على حسب جهازك واحتياجاتك لازم تاخد بالك من الموضوع ده قبل ما تختار شاشه معينه، فلازم تحدد برضه احتياجاتك من البورتس او المداخل اللي موجوده في الشاشه. برضه من الاسئله المهمه اللي بسمعها كتير وبشوفها كتير او بتسالها كتير، يا ترى اشتري شاشه جديده ولا استيراد خارجي؟ وللاسف مش هتلاقي حد يفيدك في الاجابه على السؤال ده بشكل فعلي الا انت، وده لان استخدامك واحتياجك هو اللي هيحكمك وكمان الميزانيه بتاعتك. بس لو لقيت المواصفات اللي انت عايزها في الشاشه متوفره في الجديده وسعر الاستيراد زي الجديد او اغلى او يمكن قريب منه كمان، يبقى في الحاله دي طبعا هتروح للجديد بدون اي تفكير. بس المهم تختار كويس علشان ما تندمش بعدين على اختيارك الغلط او المتسرع. يعني حدد احتياجاتك قبل ما تشتري الشاشه، يا ترى عايز استيراد عشان فيها مميزات مش موجوده في الجديد، ولا نفس السعر قريب من الجديد؟ يبقى في الحاله دي اروح اجيب الجديد وانا مرتاح. واخر حاجه لازم تاخد بالك منها اللي هي التقنيات اللي موجوده في الشاشه نفسها والميكانيزم بتاع قاعده الشاشه. يا ترى انت عايز شاشه ثابته الميكانيزم بتاعها ثابت، يعني الشاشه تلت اب وتلت داون بس مش اكتر من كده، ولا عايز ميكانيزم بيتحرك، شاشه بتطلع وبتنزل وبتتحرك يمين وشمال وبتلف والكلام ده كله؟ لازم تحدد برضو انت محتاج ايه بالظبط. ويا ترى الشاشه دي هتقدم لك حمايه كويسه لعينك وهي هتخفف الارهاق على عينيك وهتحميك بقى من حته بقى الصداع ووجع العين مع الاستخدام الطويل والكلام ده كله؟ لازم تاخد بالك من الجزئيه دي قبل برضو ما تروح تشتري شاشه. فلو انت ركزت على النقط دي هتعرف تختار الشاشه المناسبه لاحتياجاتك من غير ما تدفع اي فلوس زياده. يعني باختصار حدد احتياجاتك واولوياتك قبل ما تشتري شاشه. والوقت بقى تعالى نتكلم عن الشاشه اللي معانا النهارده واللي هي اصدار MSI برو MB 251B. وايه هي الاصدارات المتوفره منها في السوق بدايه من 3700 جنيه لحد 5000 جنيه، وايه هو الفرق الجوهري بينهم؟ وده طبعا علشان تعرف تاخد قرارك صح بناء على الامكانيات اللي هنتكلم عنها في اصدار النهارده. وللعلم بالشيء الشاشه دي بينزل منها 4 اصدارات بنفس الشكل والامكانيات مع اختلاف رقم الاصدار والمقاس وحاجات بسيطه جدا ممكن تفرق مع ناس وناس. يعني الاصدار الاول واللي معانا النهارده واللي هي MSI برو MB 251B، الشاشه دي طبعا بتيجي بقاعده متحركه يعني لفوق ولتحت ويمين وشمال ودوران وهكذا. طبعا سعر الشاشه دي في السوق 5000 جنيه وبتيجي بضمان سنتين. اما بالنسبه بقى لمواصفاتها فكل ده هنتكلم عنه كمان شويه. اما بالنسبه بقى للاصدار الثاني منها، علشان اوفر عليك وقت في البحث وانك تدخل على المواقع وتقعد بقى تبحث عن الفرق ما بين الانواع وبعضها والكلام ده، انا هوفر عليك كتير جدا في الفيديو ده. الموديل ده او الاصدار الثاني منها بينزل السوق بنفس الامكانيات بالظبط، نفس الاصدار اللي معانا النهارده بس مفيش حرف بي في النهايه، يعني اسمها MSI برو MB 251 بس مفيش بي في النهايه. طبعا دي بتيجي القاعده بتاعتها بتاع الشاشه بتيجي ثابته مش متحركه، يعني تلت اب وتلت داون او اماله للاعلى واماله للاسفل. وطبعا فيها فتحه بالعرض كده على الحامل من قدام اللي هي القاعده بتاع الشاشه اللي على المكتب. طبعا الفتحه دي بتيجي موحده على كل الحوامل الثابته علشان تثبت عليها الموبايل بتاعك، يعني زي هولدر كده للموبايل. وطبعا سعرها في السوق فرق 500 جنيه عن اللي معانا النهارده، يعني سعرها 4500 جنيه وبرضه بتيجي بضمان سنتين. مفيش اي فرق بينهم خالص غير موضوع القعده بس. اما بالنسبه للاصدار الثالث بقى فاسمها MSI برو MB 251 E2، يعني في النهايه موجود E2. طبعا كل المميز بس في الشاشه دي انها بتيجي بمعدل تحديث 120 هرتز ومدخل زياده او بورت زياده واللي هو ديسبلاي بورت، يعني التانيين
التانيين دول بيبقى فيهم فيجا واتش دي ام اي بس، لكن دي بيجي فيها مدخل زياده اللي هو الديسبلاي بورد، وبرضه بتيجي بنفس المقاس اللي هو 24.5 بوصه، يعني 24.5 بوصه او اللي هو 25 بوصه، وبتنزل كذلك بقاعده ثابته مش متحركه، يعني زي اصدار ام بي 251، وسعرها في السوق 5100 جنيه، وبتيجي برضه بضمان سنتين. اما بالنسبه بقى للاصدار الرابع فبيجي بنفس المواصفات بالظبط، ولكن الفرق كله انها بتيجي بمقاس 22 بوصه، والقاعده بتاعتها برضه قاعده ثابته مش متحركه. الاصدار ده لو شايفه مناسب ليك فاسمه ام اس اي برو ام بي 225. هو اصدار كويس جدا، ولكن الفرق كله ان الشاشه بس 22 بوصه مش 25 بوصه. طبعا سعرها جميل جدا ومناسب لشاشه جديده وبضمان سنتين كمان، واللي هو 3700 جنيه. يعني انت ممكن تفكر من بدري جدا، بدل ما تروح تجيب شاشه مثلا استيراد ثمنها 3000 ونص ولا 3000 ولا 4000 جنيه، لو انت المقاس ال 25 مش فارق معاك او ال 22 بوصه كويس جدا بالنسبه لك، انصحك بالشاشه دي فوق الممتازه بامانه وعن تجربه. وهنتكلم عن باقي المواصفات دلوقتي. يعني حجم 22 بوصه ده هيكون كويس جدا ليك وبسعر 3700 جنيه. يعني لو انت مش عايز 25 بوصه هتكون وفرت حوالي 1300 جنيه فرق. لو شايف بقى الميزانيه مش فارقه بالنسبه لك، ادخل على 25 بوصه على طول، فبرضه هيبقى اختيار مناسب ليك. ولكن انصحك بالاصدار اللي معانا النهارده علشان بس موضوع القعده المتحركه وكده، انت اولى بيه برضه، وهيساعدك كتير في استخداماتك، وهتكون الشاشه مرنه معاك اكتر. وبرضه عشان ما تتحيرش كتير وتتوه مني ما بين الاصدارات والموديلات وبعضها، فبالنسبه لشاشات ام اس اي اللي موجوده في السوق فانا هختصر عليك وجع الراس ده كله، بمعنى ان اي شاشه منهم في اخر رقم الاصدار بتاعها A2، يعني مثلا 225 A2 او 251 A2 فايا كان مقاسها، معنى كده ان فيها مدخل ديسبلاي بورد، يعني مدخل زياده. واللي تلاقي في اخرها V، يعني مثلا 225 V، فده اصدار بيتميز ان نسبه التباين فيه اعلى من الاصدارات الثانيه، يعني بدل ما يبقى 3000 الى 1 هيبقى 4000 الى 1، يعني تقريبا بفرق في الكونتراست او نسبه التباين 1300. واللي كل ما كان الرقم ده اكبر فده طبعا بيفرق معاك في اللون الابيض ودرجه سطوعه. وبالنسبه للرقم الصغير اللي هو 1 فده بيمثل درجه سواد اللون الاسود، يعني الرقم الكبير للابيض والصغير للاسود. يعني معنى كده ان الشاشه دي بتكون قادره انها تعرض اللون الابيض افتح ب 3000 مره من اغمق درجه اسود بتقدر تعرضها. وده بالنسبه للموديلات اللي متوفره في السوق بدايه من 3700 جنيه لحد 5000 جنيه من نفس الفئه دي، علشان ما تحتارش كتير. ودلوقتي بعد ما عرفنا الفرق ما بين الاصدارات دي من الفئه الاقتصاديه دي من ام اس اي والمتوفره في السوق وايه هو الفرق الجوهري بينهم، تعالى بقى اكلمك عن المواصفات الاساسيه او اللي هي السبيكس لاصدار النهارده، واللي هو ام اس اي برو ام بي 251 بي. تعالى الاول كده في البدايه نتكلم عن محتويات الكرتونه الخاصه بالشاشه دي. بمجرد ما تفتح كرتونه الشاشه مش هتلاقي فيها غير الشاشه والحامل بتاعها والادابتور او محول الطاقه بقدره 12 فولت و2.5 امبير، يعني بيخرج 30 واط. وهتلاقي طبعا كابل الكهرباء بتاع الادابتور او اللي هو بتاع المحول، والقاعده بتاع المكتب اللي الحامل بيتثبت عليها او اللي هي بنقول عليها القرصه بتاعه الشاشه، وهتلاقي طبعا دليل المستخدم وبطاقه الطاقه وكابل من النوع اتش دي ام اي وبس. بالنسبه بقى لتقفيل او تجميع الشاشه فالافضل انك تخليه على الحامل بتاعها اللي هو الكرتون بعد ما تخرجها من الغلاف بتاعها، وطبعا تحطه تحتها علشان ما تجرحش الشاشه نفسها. وبعد كده تجهز الحامل وتجمع المسامير الاربعه بشكل متساوي على القاعده او الحامل بايديك اولا، يعني هتمسك المسامير كده تقفلها بشكل يدوي كده قبل ما تربط بالمفك، وبعدين تجمع وتربط بهدوء بالمفك اللي معاك. وبعد كده تثبت القاعده المربعه او اللي هي القرصه اللي بتكون على المكتب من خلال المسمارين اللي فيها، واللي بيكونوا جاهزين للربط بايديك بدون مفكات او مفاتيح. يعني التجميع سهل جدا ومفيش ابسط من الموضوع ده، بس اعملها بالترتيب كده زي ما وضحت لك علشان ما تجرحهاش او تكسر حاجه بالخطا. وبعد كده بتوقف الشاشه بتاعتك علشان توصلها وتشغلها من خلال انك هتوصلها بالادابتور او محول الطاقه بتاعها، وتوصل كابل الاتش دي ام اي علشان تعرض على الشاشه من الكمبيوتر، او لو انت موصلها على لابتوب في الحاله دي هيكون من خلال الضغط على زرار اف ان زائد اف 4 من لوحه المفاتيح، وده طبعا للاجهزه او الانظمه القديمه. اما بالنسبه للاجهزه الحديثه فهتضغط على زرار ويندوز زائد حرف بي من لوحه المفاتيح علشان يظهر لك خيارات العرض اللي تناسبك للعرض على الشاشه من اللابتوب. وده بالنسبه لمحتويات الكرتونه والتجميع والتوصيل والعرض على الشاشه، يعني الموضوع بسيط جدا مفيش ابسط منه. اما بالنسبه بقى للمواصفات الفنيه الخاصه بالشاشه نفسها فالشاشه طبعا هنا بتيجي بمقاس 24.5 بوصه او اللي هي 24.5 بوصه او بنقول عليها 25 بوصه زي ما هو واضح على الكرتونه بتاعتها، واللي بالسنتيمتر بتيجي 62.2 سم. وطبعا الشاشه بتيجي مع حواف فريمليس من 3 جوانب يمين وشمال وفوق. اما بالنسبه للحافه السفليه فبتيجي عريضه شويه علشان طبعا تعطي مظهر جميل للشاشه. اما بالنسبه للجوده والخامات فالشاشه مصنوعه بجوده ممتازه جدا ومصنوعه بالكامل من البلاستيك، ما عدا طبعا القاعده بتيجي من الحديد ولكن عليها طبقه من البلاستيك.
ولكن التقفيل كله شاشه طبعا فوق الممتازه الصراحه، وتقفيلها تقفيل ممتاز جدا، يعني ما تلاقيش مثلا فرق او في مثلا بعض الحتت كده مفرقه في الشاشه والكلام ده. في بعض الموديلات وبعض الماركات في السوق للاسف بتلاقي فيها كوارث، تبقى الشاشه لسه طالعه من الكرتونه وتلاقي الظهر عامل فرق كده عن وش الشاشه وحاجات غريبه كده الصراحه. يمكن شفت ده في بعض المراجعات وشفت ناس بتشتكي منه، ولكن الصراحه MSI بالنسبه لشاشاتها لا، مقفله الشاشه بجوده كويسه جدا، وتحس ان انت شاري شاشه من الشاشات الاستيراد اللي جايه من الخارج، تلاقي الشاشه جايه ما فيش فيها غلط. يعني تخيل انت بتفتح بقى شاشه من الكرتونه وكمان جوده محترمه وتقفيل محترم وحاجه فوق الممتازه بكل امانه. وطبعا الشاشه بتيجي باللون الاسود بالكامل مع شعار MSI على ظهر الشاشه من فوق، والفريم من قدام اسفل منتصف الشاشه. وطبعا الشاشه بتيجي بدقه فول اتش دي 1920 في 1080 بكسل، والبانل بتاعها من النوع اللي هو الاي بي اس علشان طبعا يعطي لك الوان وزوايا رؤيه فوق الممتازه، واللي بتوصل لحد 178 درجه افقي وراسي، مع معدل تحديث بيوصل لحد 100 هرتز، وزمن استجابه بيوصل لحد 4 مللي ثانيه، واللي هيكون مفيد جدا في تقليل التشويش او الضبابيه وقت اللعب. يعني الشاشه هتكون كويسه جدا معاك في الحركه السريعه واللعب، مع ان الشاشه مش مخصصه بشكل مركز للعب، ولكن هتفي معاك بالغرض او هتحس ان هي برضه عاطيالك الاداء اللي هو مناسب بالنسبه لاحتياجك، لان الشاشه دي موجهه في الاساس للاستخدامات المكتبيه والايديت اللي هو المونتاج والتصميم والجرافيك والحاجات دي. لكن بالنسبه للعب ممكن بقى تطلع للشاشات اللي هي ال 120 هرتز وال 144 هرتز والحاجات اللي فوق اللي اعلى شويه، لكن لو انت عايزها للعب فهي برضه هتمشي معاك مفيش اي مشكله، ما تقلقش. من ضمن الحاجات المميزه فيها برضه السطوع، يعني هتلاقي ان الشاشه دي بتعطي لك سطوع بيوصل لحد 300 نتس او اللي هو شمعه، مع نسبه تباين كونتراست مناسب جدا للشغل اليومي والميديا الخفيفه، واللي بتوصل ل 1 الى 1300. وكمان مناسبه جدا للتصميم لانها بتغطي تقريبا كامل مساحه اللون واللي هو الاس ار جي بي، واللي بيوصل لحد 101%. برضه من ضمن الحاجات المميزه جدا ان هي شاشه مضاده للتوهج او اللي هي انتي جلير، ودي تقنيه ممتازه جدا حلوه قوي في اللابات والشاشات، خصوصا في اللابات لو انت بتقعد في الشمس كتير او بتقعد مثلا في كافيه او الكلام ده، فانت مش محتاج الاضاءه اللي حواليك تاثر على الرؤيه بتاع الشاشه. فالشاشه دي فيها طبعا انتي جلير، بحيث ان انت لو قاعد في مكان مثلا مكتب او شركه او الاستوديو بتاعك او الغرفه بتاعتك وفيها اضاءه كتير، فالشاشه مضاده للتوهج بالكامل علشان طبعا الانعكاسات بتاع الضوء، وهتكون مريحه جدا لعينيك. اما بالنسبه للدقه وعرض الالوان، فالشاشه دي بتعرض لك الوان بتوصل لحد 16.7 مليون لون، مع FRC او اللي هو فريم ريت كنترول بيوصل لحد 8 بت، علشان طبعا الشاشه تعرض الوان اكتر وانعم وبشكل طبيعي كمان بدون اي خداع للعين. وبرده من ضمن الحاجات المميزه جدا ان هي بتوفر لك تقنيه التزامن او اللي هي الادابتيف سينك من شركه HMD واللي هي AMD فري سينك، واللي بتساعدك طبعا في التقليل من التقطيع بين كارت الشاشه والشاشه خصوصا وقت اللعب. بس طبعا الخاصيه دي مش هتستفيد منها الا لو كان معاك كارت شاشه من AMD للاسف، يعني لو معاك حاجه من نيفيديا او كده لا مش هتشتغل عليها، التقنيه دي شغاله مع كروت AMD وبس. بالنسبه بقى للبورتس او المداخل اللي موجوده في الشاشه، فالشاشه دي فيها مدخل HDMI وفيجا واثنين مدخل للصوت ان واوت، يعني هتكون قادر انك توصلها باجهزه قديمه او اجهزه جديده بكل سهوله، بالاضافه طبعا لمدخل او البورت بتاع الطاقه بتاعها او اللي هو جاك الطاقه. لكن مهم جدا تعرف ان الاصدار ده ما فيهوش البورت او اللي هو المدخل بتاع ديسبلاي بورت، فلو انت محتاج ديسبلاي بورت علشان تستخدمه للعرض بدقه اعلى او معدلات تحديث مختلفه، فلازم في الحاله دي تراعي النقطه دي. لكن مهم برضو تعرف ان الاصدار ده ما فيهوش البورت او المدخل اللي هو ديسبلاي بورت، فلو انت محتاج ديسبلاي بورت علشان تستخدمه مثلا للعرض بدقه اعلى او معدلات تحديث مختلفه، فلازم تراعي النقطه دي. اما بالنسبه بقى لازرار التحكم والباور، فهتلاقي فيها زرار الباور واللي بيجي على شكل ماوس، واللي بينور باللون الابيض طول ما هي شغاله، وبينور باللون الاحمر في وضع الستاند باي او اللي هو وضع الاستعداد بتاعها. وطبعا فكرته ممتازه جدا بصراحه عن فكره الازرار واللمبه المنفصله والشغل القديم بتاع زمان ده، اللي كانت بتيجي عباره عن ازرار في او صف كده من الازرار موجوده في جنب الشاشه او اسفل الشاشه. لا هم لخصوا الحكايه دي كلها في موضوع الماوس اللي موجود في ظهر الشاشه، واغلب الشركات بقت بتعمل الموضوع ده، ودي حاجه ممتازه جدا بكل امانه. اما بالنسبه للسماعات المدمجه او السماعات الداخليه اللي موجوده في الشاشه او اللي هي البيلت ان سبيكر، فطبعا دي ممتازه جدا او فكره مميزه جدا موجوده في الشاشه، لانها طبعا بتيجي سماعات مدمجه او عباره عن سماعتين كل واحده فيهم بقوه 2 واط، يعني هتقدر تسمع الصوت اللي خارج من اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك بدون ما تكون محتاج انك تشتري سماعات خارجيه، وده طبعا في حاله ان جوده الصوت مش العامل المهم عندك، وده طبعا لان صوتهم مش هيكون يعني صوت ستيريو احترافي ولا هيعطي لك مثلا باص قوي ولا الكلام ده، لكن هيكون كافي جدا للاصوات البسيطه
بسيطه زي اليوتيوب او المحاضرات ومقاطع الفيديو العاديه والحاجات اللي هي الاساسيه قوي دي. لكن بقى لو عايز اصوات طبعا عاليه هتضطر ان انت توصل سماعات خارجيه علشان تسمع الاصوات اللي هي النقيه والاستيريو والكلام ده. لكن بالنسبه للسماعات دي فهي سماعات عاديه خالص، مش هتقدم لك يعني اللي هي التجربه الصوتيه الاحترافيه. متظبطه بيبان عليها على طول، خصوصا لو كانت من شركات مشهوره زي انكر مثلا او بيزوس او اللي هي الماركات المشهوره المعروفه وسامسونج وخلافه. فانت بطبيعه الحال بمجرد ما تمسك الوصفه الاصليه في ايديك والتقليد في ايديك بتبان على طول. التقليد في العاده زي ما قلت لك هتلاقي الملمس بتاعها خشن شويه او مش متناسقه، والالوان كمان بتاعتها بتكون باهته، يعني بتلاقيها كده بلاستيك اي كلام. لكن الاصليه بتكون جودتها والخامات بتاعتها كويسه جدا. هتلاقي كمان حاجه زي مثلا اما بالنسبه للبرنامج بتاع اللي هو السوفت وير او اللي هو الاو اس دي واللي معناه اون سكرين ديسبلاي او اللي هي واجهه نظام الشاشه، فشرحه بسيط جدا وواضح. يعني هتقدر تختار بروفايلات الوان جاهزه زي الستاندر او اللي هو الاس ار جي بي والموفي والجيم والحاجات دي. الشاشه كمان نفسها بتقدم لك خواص وتقنيات علشان تحمي عينك يدفع فيها فلوس بكل امانه، زي مثلا تقنيه الايس ايرجو او اللي هي الاي ارجونومكس او بنقول عليها الاي كير، زي تقليل الضوء الازرق اللي هو الليس بلو لايت والانتي فليكر، واللي له دور كبير جدا في انه بيمنع الوميض او الرعشه اللي بتحصل في الاضاءه الخلفيه بتاع الشاشه، وبالتالي في الحاله ديت بيقلل من اجهاد العين او الصداع والارهاق والحاجات اللي احنا كنا بنشتكي منها في الشاشات العاديه. وطبعا ليك التحكم الكامل في السطوع والتباين ووضعيات العرض ووضع اوفر درايف، وده طبعا لو عايز تقلل التشويش. وده طبعا بالنسبه للاو اس دي او اللي هو سوفت وير الشاشه عن طريق الماوس او عن طريق زر التحكم اللي موجود في الشاشه. لكن علشان تسهل على نفسك الامور اكتر فانت ممكن تحمل من خلال صفحه الدعم في موقع MSI برنامج MSI ديسبلاي بورد، وده من خلاله تقدر برضه تتحكم في كل حاجه في الشاشه بكل سهوله وبساطه، زي مثلا البروفايلات الجاهزه للالعاب والافلام وغيرها، وده طبعا الاحسن لك والاسهل عليك بدل ما كل شويه تجري على الماوس بتاع الشاشه. طيب السؤال المهم هنا، الشاشه دي هتنفع مين او لمين؟ الشاشه دي هتكون مناسبه جدا للناس اللي محتاجين شاشه للشغل او التصفح او المونتاج البسيط او حتى اللعب اللي هو العادي مش التقيل. لكن لو اللعب بقى تقيل والكلام ده فانت هتضطر تطلع هنا لشاشه زي ما قلت لك في البدايه تكون 120 هرتز او 144 هرتز وهكذا. لكن لو عايز حاجه تكون اقتصاديه جدا وفي نفس الوقت تعطي لك متطلباتك الاساسيه فالشاشه دي فوق الممتاز. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن المواصفات والمميزات بتاع الشاشه، واكيد برضه ليها عيوب كحال اي جهاز في الدنيا. تعالى كده نمشي مع العيوب واحده واحده. بالنسبه لموضوع الصوت، فالصوت لو مش من اولوياتك القويه قوي فالسماعات المدمجه هنا هتكون كافيه لاستخداماتك العاديه. لكن لو انت بتحتاج صوت احترافي اكتر فممكن في الحاله دي تحط بقى سماعات اقوى شويه على مكتبك، لانها تكون طبعا اعلى وافضل بكتير. لان للاسف سماعاتها والصوت بتاعها مش هيفيدك قوي لو انت ناوي تعمل مونتاج صوتي او محتوى صوت احترافي، ففي الحاله دي الافضل ليك انك توصل سماعات خارجيه. من العيوب برضو ان مفيش مدخل ديسبلاي بورت، فممكن يكون مشكله لبعض الناس اللي بتحتاجه. وبالنسبه لدقه فول اتش دي او اللي هي الاف اتش دي فهي كويسه، لكن مش كفايه لبعض الاستخدامات المتقدمه شويه او الشاشات الاكبر بكل اسف. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن مواصفات ومميزات وعيوب وسعر شاشه MSI، واللي هي اصدار MSI برو MB251B، وايه هي الاصدارات المتوفره من نفس الفئه دي في السوق بدايه من 3700 جنيه لحد 5000 جنيه. اتمنى تكون استفدت من المراجعه الكامله دي وعرفت كل شيء عنها بالتفصيل. ولو عندك طبعا اي اسئله او استفسارات يا ريت تكتبها في التعليقات تحت الفيديو ده وان شاء الله ارد عليك في اقرب وقت. وطبعا في النهايه مش اكد عليك، لو لسه جديد معانا في القناه ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب الاشتراك في القناه ولايك وشير وتفعيل الكل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد ينزل في القناه اول باول ان شاء الله. وطبعا هتلاقي رابط الموضوع والمراجعه كامله الخاصه بالشاشه والفيديو ده للناس اللي بتحب القراءه او الانترنت بطيء عندهم مكتوب على موقعنا الالكتروني، وهتلاقيني سايب لك الرابط موجود في الوصف وفي اول تعليق مثبت تحت الفيديو ده ان شاء الله. شرفني كمان باشتراكك في قناتنا الثانيه سؤال وجواب قصص وحكايات علشان يوصلك كل جديد ينزل فيها اول باول باذن الله. تحياتي لحضراتكم، ما تنسونيش من خلص الدعوات، وفي النهايه كالعاده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.